النهارده الحقيقه هقول لكم على حاجه انتوا كلكم عارفينها، وهي البوتوكس. البوتوكس كلنا عارفين ان هو بيستخدم تجميل، تجاعيد، حاجات زي كده، ولكن البوتوكس الحقيقه ليها استخدامات كتيره جدا اكتر من موضوع التجاعيد. اول استخدام واشهر استخدام تريتمنت اوف هايبر هيدروزيس، اللي هو التعرق الشديد. زياده العرق بتحصل في الكف او تحت الابط او ساعات كمان في القدم، ودي مشكله كبيره جدا بتقابل ناس كتير. ساعات بتبقى مستمره، ساعات بتبقى لما بيتعصبوا او يتوتروا. والعلاجها الحقيقه اللي فيري افكتيف هو البوتوكس. بندي البوتوكس كل 6 شهور تقريبا في المكان اللي بيتاثر من العرق، والمشكله انتهت. الحاجه الثانيه لاستخدام البوتوكس هي موضوع الشرخ الشرجي، برضو علاجه بالبوتوكس. بندي البوتوكس حوالين منطقة الشرخ، العضلة بترتاح، الشرخ بيخف، والمشكلة انتهت. الحاجة الثالثة اللي بنستخدم فيها البوتوكس لو عندي فتق جراحي، فتق كبير جراحي، ديفكت كبيرة في الابدومينال وول، وانا كريكونستراكتيف سيرجن هتبقى صعبه جدا عليا ان احنا نقفل الديفكت دي، فبندي بوتوكس حوالين الهرنيا، حوالين الفتحه بتاعه الفتاء الجراحي، لحد ما العضلات ترتاح وترخي، اقدر اجيب العضلات قدام بعض تاني واقدر اصلح الفتح. لو عندكم اي سؤال من فضلكم ابعتوه لي في الكومنتات وانا هرد عليه. معاكم الدكتور احمد عبد الجواد، استشاري جراحه التجميل، نورث ويست اوف انجلاند.